مش هقول ان ايمون ده بريء، بس على الاقل شخص قوي هيقدر ان هو يحكم ويستروس. بس طبعا ايجون العبيط ده ما ينفعش ان هو يحكم اي حاجه، واتوقع ان هو هيموت في الموسم الثاني من مسلسل هاوس اوف ذا دراجون. لما هو زي دول، بس مش انت بس اللي بتعرف تتوقع. طب بذمتكم الكلمتين دول ما يستاهلوش لايك وسبسكرايب واللي انت تتابع كل حاجه بنزلها؟ طيب دي هتبقى عباره عن مراجعه سريعه جدا جدا لاحداث الحلقه الرابعه من مسلسل هاوس اوف ذا دراجون. هتكلم عن اهم نقط، حاجات من غير سكريبت ومن غير مونتاج تماما عشان ورايا مشوار. فالمهم، اول حاجه هتكلم عليها على احلام ديمون، وده هيأثر عليه ازاي في احداث المسلسل. حاسس ان هو جانب ملوش اي تأثير، هيبقى بس مجرد حشو على الفاضي عشان يزود الزمن بتاع الحلقه. يعني حبه تمام، مش وحش، بس في نفس الوقت مش حاسس ايه فايدته. يعني ده هيفيد بايه في الاخر؟ فهمنا الاحداث بتاعت او الشخصيه بتاعت ديمون بشكل اكبر، فهمنا قد ايه ان هو ما عندوش مشكله ان هو يقتل رانيرا في ثانيه. فهمنا حاجات كتير، بس في نفس الوقت مش حاسس ان دي فايده قوي. تاني حاجه، كريستيان كول بصراحه. بصوا يا جماعه، انا كنت في البدايه عامل حلقه انا ليه مع الخضر ضد السود، يعني ليه انا مع أليسنت وليه مع كريستيان كل الاسباب اللي انا قلتها دي حرفيا دمرتها المسلسل. يعني مسلسل مختلف عن الروايه بشكل كامل، بشكل كبير قوي، حرفيا مفيش غير حاجات بسيطه قوي هي اللي في الروايه. يعني مثلا على فكره الحته بتاعت ايجون دي ما كانتش موجوده في الروايه. يعني الروايه مش قايله ان ايجون هيموت، الروايه ايجون هو الملك فيها وهو اللي فضل فيها وهو اللي كان بيحارب وهو اللي كان وهكذا. لكن الحته دي انا توقعتها من احداث المسلسل عشان المسلسل مختلف بشكل كبير عن الروايه. حاجه كمان، كنت في الاول في اول حلقه زي الغبي كنت فاكر ان هم بيتخطوا المعارك، زي الحلقه اللي فاتت تخطوا المعارك، والحلقه دي برضه تخطوا اول معركه علشان يوفروا من الوقت. سوري، يوفروا من الفلوس بتاعه المسلسل او هكذا. طبعا ده مش حقيقي، ده باين في الميزانيه بتاعه المسلسل في المعركه الاخيره دي. حرفيا من افجر المعارك اللي انا شفتها، حتى في جيم اوف ثرونز وفي فايكنجز، وانا مش شايف مسلسلات فيها معارك كتير قوي. فالمعركه دي تحفه، وكلفتهم ميزانيه بنت لذينه جباره. المعركه دي كانت جحده، حرفيا من افضل المعارك اللي انا شفتها عامه، افضل من كتير من المعارك اللي كانت في جيم اوف ثرونز. افضل المعركه اللي هي كانت في الاخر خالص في السيزون الاخير. كانت حلقه بصراحه جباره، هي حرفيا افضل حلقه. انا كنت اول 3 حلقات قايل ان هو مسلسل ممل وخلاص ومش عارف ايه، وهشوف بس ايه، هشوف اكمله ولا لا، وهعمل حلقه بحلقه ولا لا. لحد الحلقه دي تحفه، حرفيا رجعتنا للوقت بتاع جيم اوف ثرونز بطريقه بالتلازينه جباره. فده عجبني قوي. حاجه كمان يا جماعه، انا زي ما كنت قايل لكم، انا كنت مع الخضر تمام، دلوقتي انا بقيت مع السود بنسبه 100%. اول حاجه، أليسنت مش شريفه زي ما كنت فاكر، زي ما كنت قايل كمان في الحلقه. تاني حاجه، ان ايمونت ان ايجون مات وهكذا، فده ابطل الصلاحيه او السبب اساسا اللي خلاهم يبقوا عايزين ان هم او الاسباب بتاعتهم ان هم يمسكوا الحكم. فانا مش شايف دلوقتي اي سبب لان انا ابقى مع الخضر تماما. بس شخصية ايموند جامدة فشخ. شخصية ايموند محدش يقدر ان هو يقول عكس ده. شخصية ايموند حرفيا هي المقابل بتاع شخصية ديمون. وبالنسبة لي في الحلقة دي لحد دلوقتي انا ما شفتش حاجة من ديمون تخليني اقول ان هو شخصية قوية اقوى من ايموند. هي شخصية قوية وشخصية جبارة وكل حاجة، وشوفنا ده في الموسم اللي فات لما دخل وحارب لوحده وهكذا. بس مش لدرجة ان هو يكون اقوى من ايموند لحد دلوقتي. انا لحد دلوقتي على فكرة بالمناسبة انا ما شفتش الرواية. انا بتفرج على ركان الشيع وبتفرج على كذا حد بيتكلم على الروايه، عشان كده لامن بشكل كبير احداث الروايه. بس يعني مش ملم بالروايه او ما قريتهاش. حاجه كمان، شخصيه لاريس يا جدعان في المسلسل ده ضايفه كتير جدا. زي ما كنت قلت في الحلقه اللي فاتت ان شخصيه لاريس وجودها القليل مقلل بشكل كبير قوي في المسلسل وفي قوه المسلسل، وفي ان مفيش شخصيات كتير جذابه. يعني مثلا الشخصيات اللي جذابه عندك ايموند وكنا بنشوفها بشكل قليل قوي، ديمون وبنشوفها بشكل قليل قوي ومفيش احداث. لكن الحلقه دي فيها لاريس وفيها ايموند. ديمون بشكل برضه كبير، بس مش حاسس بالتاثير قوي من اللي بيحصل فيه. حاجه كمان ان أليسنت بقت حامل من كريستيان كول. ده حاجه بالترازينه برضه، يعني حرفيا الحوار ده لو اتعرف او لو لاريس مثلا حب ان هو يمسك أليسنت من ايدها او هكذا، بس انا ما اظنش ده يحصل عشان لاريس من مصلحته ان أليسنت تبقى معاه. حاجه كمان برضو ان قرعه هالين هول، زي ما قلت انا شايف ان الجانب ده مش مهم قوي او مش مفيد قوي في احداث المسلسل، وبصراحه مش حابه قوي. بس برضو بيفهمنا اكتر في قلعه هارين هول، والناس اللي بتقرا الروايه عارفين الحوار ده، ان قلعه
القلعه دي يعني فيها الحوار ده بصوره كبيره، فدي حاجه برضو ايه للناس اللي بيحبوا الروايه. حاجه كمان يا جماعه، الموسيقى التصويريه اللي في المسلسل ده جباره 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 جباره، بالذات في المعركه كانت تحفه حرفيا. الموسيقى التصويريه دي هي الحاجه اللي بتخليك تدمع في الحلقه بجانب الاحداث طبعا، بس هي الحاجه المسؤوله بالنسبه لي الاولى عن ان انت تخليك تدمع. فانا وصلت للمرحله دي من التاثر بسبب الموسيقى التصويريه. بالنسبه بقى لموت ايجون، فانا متاكد بنسبه مليار في الميه، وطبعا ده هتبقى حاجه جباره في المسلسل حرفيا، ان ايموند هو اللي هيمسك الحكم. معنى ان ايموند هو اللي يمسك الحكم دي يا جماعه حاجه يعني حرفيا هتخلي المسلسل في حته تانية. حرفيا انا متحمس لها جدا. وشفنا قوه فيجر جباره يا جدعان. مفيش حد، انا شفت يعني دلوقتي انا عارف ان في الروايه في اقوى من فيجر تقريبا تنين واحد. فتخيل التنين ده مثلا اللي هو فيجر بيحارب مثلا ديمون، هيبقى معركه بالتلفزيون المنتظره باقصى طريقه، واتمنى من كل قلبي ان هي تكون في الموسم ده، ما يمطهاش لحد المواسم اللي بعد كده. بس انا تقييمي للحلقه دي ان هي دي كانت افضل حلقه في الموسم لحد دلوقتي، وبالنسبه لي افضل حلقه في المسلسل بصفه عامه، وتقييمي ليها هو 9/10. يا ريت لو الحلقه دي عجبتكم وعايزين تشوفوا بقيه المراجعات بتاعتي. انا عارف ان المراجعه دي سريعه بصوره كبيره بسبب ان هي ارتجاليه، تمام. بس يا ريت لو انتوا عجبتكم الحلقه دي تعملوا سبسكرايب للشانل، وسلام.